اولا التركيب الجيني للمصريين الحاليين لا يختلف بشكل او باخر عن التركيب الجيني للفراعنه وفقا للفحوص والبحوث الحديثه. ده رقم واحد. رقم اثنين، ان هذه التركيبه الجينيه لا تحتوي او يعني اكثر من 3% من التركيبه الافريقيه، 4% من شرق افريقيا، ولكن 69% من اصلنا الجيني او 70% من اصلنا الجيني له علاقه بشمال افريقيا ومنطقه الشرق الاوسط. ثم بعد ذلك حوالي 17% تقريبا جايه من العرق العربي من الجزيره العربيه، وحوالي 4% من اوروبا، من جنوب اوروبا ومنطقه شمال قصدي شرق البحر المتوسط. وبالتالي يعني المساهمه في البنيه الجينيه للمصريين من الافارقه لا تتخطى 3 او 4%. نفهم من كده ايه؟ نفهم ان احنا كمصريين عارفين قوي احنا اصولنا ممتده لفين، لان احنا مش بنتكلم بقيقي خالص ولا جايبين ورق لسه مضروب من يومين، لا، ده احنا عندنا جثث، احنا عندنا مومياوات، احنا عندنا كميه مومياوات رهيبه فيها دي ان ايه، يعني يمكن احنا اكتر شعب معروف اصولنا عن بقيه الشعوب. كل الشعوب التانية تتكلم في الهوا الا احنا نتكلم على ارض الواقع. في مومياوات يا اساتذه بيدرسوا الدي ان ايه بتاعها واحنا موجودين يدرسوا الدي ان بتاعنا، فطلع ان حتى الجين الاوروبي اكتر من الجين الافريقي في مصر. انتوا متخيلين؟ يعني الجين الاوروبي 4%، الجين الافريقي 3%. طيب الجين العربي اللي بيقولوا ان كل الصعيد عرب، صدقوا الكذبه اللي كتبوها زمان والله هو في كذبه كتبوها زمان ان كان في ناس بتشتري الانساب علشان يقدروا ان هم ينجدوا نفسهم من العنصريه اللي كانت موجوده في المرحله دي تجاه المصريين الاصليين. والله دي قصه معروفه قوي عندنا. فممكن واحد يبقى ضارب شهاده على اساس ان هو من الاشراف وهو لا يمت للرسول بصله احنا كلنا عارفين، بس هم كذبوا كذبه وصدقوا. فحته ان العرب 17% دي نسبه بسيطه جدا بالنسبه للنسبه المصريين الكتيره، نسبة لا تذكر. وخلوا بالكم ده كمان ممكن يكون النسبة ل 17% دي لبدو مصر كمان، مش للمصريين اللي في الصعيد. اقسم بالله انتوا لو رحتوا عملتوا دي ان ايه اللي بتوع النوبة وبتوع اسوان وبتوع الصعيد، مصريين من زمان، وفي مومياوات كمان، عشان الناس بيقولوا ان هم عرب. مش عرب. اصل ما تقنعنيش ان العرب جم عاشوا في اسوان والنوبه واسمروا. طب اسمروا منين؟ يعني هم جايين من الجزيره سمر ولا هم اسمروا من المكان؟ ما هو المكان ده معروف من زمان ان هو اسمر. هم جم من شبه الجزيره سمر. مش فاهمه ازاي اكتسبوا البشره بتاعت اهل المكان. فبالتالي ارجوكم محدش يجي يقول لي ان احنا خليط، احنا مش خليط خالص. ده احنا لو نطول نقفل على مصر كده بالضبه والمفتاح ونضيع المفتاح هنعملها او ربنا. بس احنا عندنا ذوق، ما عندناش حته العنصريه في الكلام، فبنسيب كل واحد يتكلم على قد ما هو عاوز كنوع من انواع انها حرام، يعني نفسيته ما تتضرش يعني.